السلام عليكم. الله يعطيكم العافية وين ما انتوا وين ما بكيتوا. الله يكويكم ويرزقكم العافية والعافية. الله يكويكم. اليوم بدنا نسوي لكم حلقة شلبية. اغل اكثر الناس بيعرفوش اشي هي. حلقتنا اليوم والاكلة جديدة. هذه اكلة قديمة ومش كثير من الناس بيعرفوها، خاصة في بلاد برا، خاصة في عمان، تل عجلون، المناطق هذيك. فأكلة تراثية والكل بيبقى يستنى فيها. بتنزل هذه في شهر واحد، شهر 12 شهر واحد. أكلة بقولولها الحليون، اسمها الحليون. هذا زي الشبرق. هذا الحليون هذه بتتلقط وبتتاكل يمزجاها، والكل بدور عليها في بلادنا مش لاقيها. يعني بتفر المنطقة بتلاقيش نص كيلو، يعني ضمها هالكدي. فهلكيت خلينا نبلش معكم شو هذه الحلقة وشو تفاصيلها. خليكم معنا. هلكيت هذه بتطلع العشبة بين الصبر، على السريس، على الزيتون، بين القضباب، بين يعني بتبقى موزعة سبحان الله. وهذه مثلا تطلعوا لي عليها، هي مثلا هذه العشبة شايفينها هاي عشبتها هي من تحت لفوق. هذا اسمه الحليون. هالكيت من تحت هذه عاسي شايفينها، وهي اخرى واحدة صغيرة موزع اشي هان وشي هان، بين صعب تتجمع يعني. فهالكيت هذه شايفينها منظرها، شايفين هالكيت منظرها. هذه من تحت عاسي، فهمتوا علي؟ من تحت عاسي. فهالكيت من فوق بيبقى طري. بتجيب من هان بتلقط بتقول هيك، شايفين؟ هذا ما بتتشلش، هذا عاسي. فهالكيت هذا تطلعوا لي عليها، شايفينها؟ ها هاي زي هيك. خليكم معنا عبين ما نفر الحارة ونلم هذا ونلملم حالنا واجمع لي شوية. برجع لكم، خليكم بعد الفاصل سنواصل. هاي لفينا الحارة وقعدنا بيجي احسن من ساعة واحنا ندور بين هالصبر وبين الشوك على الحليون. وهيو بالذات اللي في عمان، تلا، جرش والمناطق هذيك يحفظوا كيف شكله. شايفين كيف شكله؟ هالكيت هذا بنا هالكيته نبلش شغل فيه. خليكم معنا وبنبلش هالكيت في الشغل الرسمي للحليون. هيو تعال شوفوا، شايفين منظره؟ هذا هالكيته بتعرفوا كيف بيتاكل. وهذا لما يتاكل ازكى من لية الخروف. احنا طبعنا في البلاد هان الفلاحين تراثنا، لما الواحد يجوع مش زي بلاد برا. بلاد برا بصيروا يقولوا جوعنا، اي مطعم بدنا نروح، هيك بصيروا يتخرفوا مع بعض. هلكيت احنا لما نجوع الفلاحين شو بنقول؟ بدنا نصرع على الخلا، اي اكله بدنا ناكل، والخير وجاد، واللي بيصرع على الخلا بلاقي كل اشي يعني. هاي اليوم بدنا نسوي لكم اكلة هالحليون، وهذه اكلة يمزجاها والكل بيعرفها والكل بحبها. وهذا طلبوها مني هذول جماعة من امريكا، فاهمين؟ جماعة من امريكا طلبوها مننا. من ولاية تينيسي، من ولاية تينيسي. واحد اسمه جي سي جاسر ابو هادية من ولاية تينيسي طلبها مني، وكان لي جاي عبالي زيها. هو ماهر ابو عليا الله يحميهم في ولاية تينيسي، عند ابو هادية، عند ابو مجدي ابو هادية هناك في تينيسي. الله يحميهم في هذيك البلاد في هالغربة. طلبوها مني وكنا لهم ان شاء الله عراسي من فوق. وهي جبنا بيض بلد وجبنا بصل. وخليكم معنا عبين ما يقدح الزيت، ونكشر البصلات هذول نحطهن في الزيت ونرجع لكم. يلا بلش. بنيجي بنفرم البصل، شايفين؟
بنفرم البصل. هي زيت كدح لحكنا الزيت. شايفين نفرم البصل. حامي الزيت. بندبل البصل هالكيت. شايفين كيف؟ بنذبل البصل. بعد ما يتذبل البصل خليتشم معنا ولا خليتشم. هي هو حدا لحتشم. شايفين؟ هاي اكل الفلاحين، هاي تراثنا العرب الفلسطيني. الله يخليلكم ولادكم يا جماعتنا. الله يحميكم ويخليلكم ولادكم. الله يقويكم ويحميكم ولادكم ويفرحكم فيهم. احنا الله بيعلم قديش الواحد بتعب وبيشقى في هالشغلات، فهالكيت بنرد نعيدها عليكم ونرد نكرر. خلينا نظلنا مستمرين معكم. الله يرضى عليكم. زي ما بدكم تشوفوا وتتعلموا خلي غيركم يتعلم ويشوف. الله يقويكم. انشروا الاشي اللي بسويه ودوا لبعض. خلي الناس تتعرف على تراثنا العربي الفلسطيني الاصيل. خليهم يعرفوا تراثنا. احنا هدفنا احنا احياء التراث العربي الفلسطيني. فهالكيت يا جماعتنا يا حبايبنا احنا الهدف. يعني الواحد بيضمنش الدنيا، ان ذاكت عليه الدنيا بده يرجع على تراثه غصب عنا. مش تذوق علينا الدنيا وما نعرفش وين الله حطتنا. فهالكيت الله يقويكم ويخليلكم ولادكم. انشروا هاللي بقى قاعد بسويه. خلينا نظلنا مستمرين معكم وان شاء الله خير ان شاء الله خير. لان يعني بدنا يعني قديش في امكان ناس تشوف شو الشغل هذا التراث خليها تشوف. وهالكيت الصبر البصل بتذبل. بنجاب هذا هيو شايفينه زي ما سوينا في البصل بنسوي فيه. شايفين هالكيت هذا يا جماعتنا انو لية الخروف ازكى من لية الخروف. يا مزجاه هالكيت. في ناس بتوكله مع بيض بتحبه، في ناس بتوكله لحاله هيك من دون بيض. شايفين كيف؟ هالكيت تقريبا طعمه هذا زي طعم العتشوب تقريبا. زي طعم العتشوب. انو زي لية الخروف هذا. يا باي مزجاه يا باي لدكوه. هيو بنفرم مع البصل. شايفين؟ خليكم معنا علاش مستعجلين. هي احنا وياكم قاعدين نطبخ. الله يخليكم ولادكم ويهدي بال الجميع. تعال شوف يا ابو مجد ابو هاديه من تنسي. تعال شوف انت وجاسر تيسي وماهر تاع المغير. هذول من ترمس عيا ابو جاسر. الله يقويكم ويخلي ولادكم يا رب يا الله. هالكيت هذا بظل يركع بهالزيت. شايفين؟ عبين ما يتذبل. شايفين؟ خلي الزيت يتوزع على الجميع. خليكم معنا عبين ما يستوين بنرجع الجيم. يلا هيو. شايفين كيف الذبل؟ شايفين؟ تعال شوف ليان كيف الذبل صار طري. هالكيت هيك تقدروا توكلوه. هالكيت لما يتذبل شايفين؟ بنحط شو لما يستوي ويتذبل بنحط عليه البيض البلدي. اذا فيش بيض بلدي حطوا بيض مزرعه بهمش تاع السوق. شايفين؟
شايفين البيض البلدي؟ اسلخ، والله بدك تسلخ. شايفين؟ انو تسألش، حط قد ما تقدر. والله هدول بيضات بلديات كيف ما تشاهد. خربط بلاش نحركه. هي النار وقفت عليه. الناس النار تشعطهم، تعبنا على الفاضي شوي. واحد خربط الجو، وقف شوية. الكيت بنحط عليه شو؟ ملح. قديش ملح الثم ما يريد. شايفين هي الملح، الثم ما يريد. وبنحط عليهم فلفل اسمر اللي بده. شايفينه؟ فلفل اسمر يجوز الطيب يحط الواحد. وهالكيت هذول بصيرن جاهزات للاكل. خليكن معنا عبين ما نحطهن ونصب الشاي ونوكل. وهذا هو تراثنا العربي الفلسطيني الكنعاني الأصيل. وهذا هي عيشتنا، وهذه هي عيشة جدودنا وعيشة آبائنا وجدودنا، ولازم نحافظ عليها. وهي هذا الحليون اللهم صل على سيدنا محمد جاهز، وهالكيت جاهز هذا للأكل. فهذه الأكلة والله اللي بذوقها ما بتتفوت. وبنصح كل واحد ما ذاك الشي هذا الاشي ما يذوقه، لأن بضر عليه وبلكش يعني أحيانا، لأن هذا فيه فوائد كثيرة. وهي احنا بدنا نبلش نوكل في راس هالبصل وحبة هالبندورة، نخليه يتحمص هذا اخرى شوي، وبنقدر نقول هالكيتة. الله يعطيكم العافية. اتفضلوا معنا، تفضلوا معنا. اتفضل يا جاسر تي سي من تينيسي، وتفضل معنا يا ابو مجد ابو هاديه ومحمد اللطروني، محمد مصطفى اللطروني. والله يعطيكم العافيه. معكم اخوكم ايوب، قرية نعلين، غرب رام الله وفلسطين. سلام عليكم. هي بدنا نبلش اكل في هالحليون مع راس هالبصل الشلبي. شايفينه؟ شايفين شو عيشتنا الحياة. سلام عليكم، يعطيكم العافية.